طيب خلاص كده، خلاص الموضوع مات. مفيش والله، وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا. مفيش دي مفيش دي. طب العالمين دول واقفين عليا ب 10 جنيه. طب يا مصر ايه؟ طب يا مصر هتاخدي مننا ايه تاني؟ طيب يعني حتى دي طلعنا منها فرحه الناس اللي نزلوا الشوارع دول يروحوا بيتهم كده. ايه يا جدعان؟ طيب في ايه؟ والله العظيم ما هينفع. ايه يا باشا؟ انت خدت مننا اراضي، خدت مننا فلوس، خدت مننا اقتصاد، خدت مننا عيالنا واولادنا حاجاتنا. طب ايه؟ طيب جت على حته الكره البلاستيك دي، ما تبقاش عامل زي العيال الغتت اللي في ابتدائي يقولوا والله العظيم لو ما لعبتوني معاكم هفسي الكره واجري. انت ليه عملت كده؟ طيب ليه يا باشا؟ الراجل كان قاعد 30 سنه ما خسرناش ولا مره ولا مره، تيجي انت تروح مغيمه على اللي جابونا؟ طب ليه؟ طب ايه؟ طب يا جدعان انا منزل امي واخواتي وبتاع، قلنا هنشقلب بقى ونعمل حاجات والشوارع هتنفجر ورفعوا راس مصر بلدنا. مفيش اي حاجه، هنطلع زي ما نزلنا. طب والقهوه اللي قالت مينيمم تشارج، طيب الكرسي ب 20 جنيه، طيب دافعين 180 جنيه. طب نعمل ايه؟ طب في الحاجات دي مين اللي هيعوضنا؟ طيب حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا بيهم ايه دول؟ مش عارف بيهم ايه. طيب طب حد يعرف لهم استخدام دول؟ لو حد يعرف لهم استخدام يقول لي في الكومنتات. طب يا جدعان اعمل بيهم ايه دول؟ انا جايبهم على سن احنا نهيص ونزقطط وبتاع. انا زعلان قوي على اللي حصل فينا ده والله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك.